ازيكم يا اصدقاء؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده ميعادنا مع واحده من القصص الجديده واللي هتحبوها جدا. بس في البدايه مش تنسى تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. حابب ارحب بكل الناس اللي بتدعمني والناس الجديده. وقبل ما نبدا على طول لازم تصلي على الرسول. بتبدا احداث القصه بتاعتنا بشاب صغير اسمه توري. موهبته في السحر كانت محدوده جدا، وكل اللي يعرف يعمله هو عباره عن شويه سحر بسيط للحاجات اليوميه العاديه. شغال خادم في نقابة المغامرين، وبيشتغل عشان يصرف على أخوه الصغير اللي كان تعبان ومريض. وأقصى حاجة كان في مقدوره إنه يعملها إنه يتعامل مع وحوش السلايم الضعيفة، ودي لما بيقضي عليها بتطلع عبارة عن حجر سحري وقيمته كانت ضعيفة جدا، بالعافية بتقدر تخليه يعيش يومه. وبسبب قوته الضعيفة بقى أعضاء النقابة كانوا دايما بيبصوا له باحتقار، وكمان كانوا بيعاملوه معاملة وحشة. وهو كان دايما ساكت ومستحمل عشان مفيش في إيده أي حاجة يعملها. وفي يوم وهو بيكتشف كهف قديم كان منسي من سنين، بالصدفة بيلاقي جواه كتاب غريب. وفجأة الكتاب بيكلمه ويقول له تحب تمسك مصدر قوة حقيقي في إيدك؟ ومن اللحظة دي مصير الولد تروي اتغير بشكل كامل. وبدأت حكاية الشاب الضعيف اللي هيبدأ رحلته عشان يحصل على حجر محرم من قوة سحر مفيش زيها في الكون. والقصة بترجع شوية لورا، وبنبدأ بمشهد الولد توري وهو بيتعرض للتنمر من أعضاء النقابة فوق الجبل. وكانوا رابطينه ويقعدوا يرموا عليه وحوش سلايم عشان يستخرجوا الأحجار السحرية منها وهم مستمتعين وبيضحكوا. وفي العالم ده الأحجار السحرية كانت هي عبارة عن الفلوس، وأي مغامر مصدر دخله الأساسي عبارة عن حاجتين: مكافآت تنفيذ المهام، أو رقم اتنين بيع الأحجار السحرية اللي بتطلع من الوحوش. وكل ما يقضي على وحش حجر سحري بيطلع من جسمه، وقيمته بتختلف حسب نوع الوحش. حجر سلايم مثلا كان بيساوي حوالي قطعة نحاس واحدة، يعني تقريبا 500 وان، وده عبارة عن مبلغ تافه جدا. وكان الزعيم اللي بيعذبه عبارة عن شخص اسمه كاهل، وبيرد عليه بسخرية ويقول له خلاص هتستسلم ولا ايه؟ وتوري وهو مربوط بيتعذب سألهم بصوت ضعيف: احنا مش اتفقنا انكم تدوني كل الاحجار السحرية لو استحملتوا اللي انتوا بتعملوه معايا؟ وتوري ساعتها كان عنده 16 سنة، عبارة عن مغامر مبتدئ تابع لفريق اسمه أجنحة اللهب الأزرق. أما تخصصه الوحيد هو سحر الحياة. وكاهل حشرة سلايم في بقه وقال وهو غضبان: انت مزعج جدا، قلت لك ما تراجعش كل حاجه ورانا. وبعدها بيسخر منه تاني ويقول له مستحيل، مستحيل واحد ضعيف زيك يكون هو اخو نايل. وتوري ما قدرش يرد، لان فعلا هو مختلف عن اخوه الكبير وما عندوش اي موهبه كمغامر، وكان مضطر انه يستحمل كل ده عشان محتاج الاحجار السحريه. وهنا كايل بيقول لواحد من الفريق انهم جمعوا شويه فكه ولازم يرجعوا. وبعدها بص لتوري وقال سيبوه مربوط ويفك نفسه بنفسه باستخدام السحر بتاعه، السحر الضعيف اللي استحاله انه ينقذه. ورماله سلايم وقال له ورينا بقى هتفك نفسك ازاي. وكال بيحط له السلايم في بقه وللمره التانيه بيرجع، وقال باستهزاء: للاسف بما انك رجعت يبقى مفيش نصيب ليك. وهنا التوري بيتعصب وقال انتوا بتهزروا، انا محتاج الفلوس دي ضروري. لكن كهل بيرد عليه بسخريه اكتر وقال له ما تبيع معدات اخوك العظيم بقى، ما هو غالبا هيموت قريب بسبب السم. وضحكوا كلهم ومشيوا، وقالوا له لو هتكره حد اكره ضعفك، اكره نفسك انت الاول. والتوري بيسكت لان كل اللي كان في دماغه ازاي يرجع البيت بسرعه. وفك الحبل ونظف هدومه ونشفها. وهو اتعلم سحر الحياه عشان الاعمال اليوميه، وده اللي خلاه يدخل النقابه بتاعه المغامرين. ورغم انه ملوش اي فايده في القتال، الا ان شغله الاساسي يبقى عباره عن التنظيف وتجهيز المعسكرات. والحاجات دي شغل متعب جدا، بس دخله كان احسن من غيره، وكمان بيحاول يصرف على عيلته. وبعد ساعات وصل البيت، وقف قبل ما يخبط وملامحه كانت حزينة، وخبى وشه وابتسم وهو بيفتح الباب وقال أنا رجعت. واخواته الصغيرين بيجروا عليه، واحد فيهم قال له انت اتأخرت النهاردة أوي وانا جعان. وهنا توري قال له استنى شوية انا هحضر الاكل حالا. وسألهم عن اخوه الكبير نايل، فقال له انه كويس، وقعد يقرا لاخته كتاب النهارده. وبدأ فعلا يحضر الاكل وقعدوا ياكلوا مع بعض. ونايل بيسأله ايه اللي عملته في المهمة بتاعت النهارده. وهنا توري بيبتسم وقال له زي كل مرة اكيد كانت مهمة سهلة. ونايل بيقول له بحزن انا اسف، انا مش شايلك الحمل كله لوحدك. وهنا توري بيرد عليه بسرعة قال له بلاش الكلام ده، كل اللي عليك انك تاكل كويس وتخف عشان ترجع تاني احسن ما كنت. وبنعرف ان نايل قبل كده كان عبارة عن مغامر شاطر جدا تابع لفريق الرمح الابيض الكاسر. وبعد وفاة اهلهم من 6 سنين هو اللي كان بيصرف على البيت كله. لكن من 3 سنين بالظبط اتسمم في مهمة بسبب واحد من الوحوش كان اسمه بازلسك. ومن وقتها وهو طريح الفراش، والعلاج كان غالي جدا، والايجار والاكل وعلاج ومصاريف كل ده كان شايله دلوقتي الولد تروي. حتى وهم عايشين على قدهم الفلوس خلاص قربت تخلص.
وتوري كان محبط جدا، وبيقول لو بس كنت اقدر اقضي على وحش قوي زي اخويا كان زماني دلوقتي جاب احجار سحريه غاليه. ونايل لاحظ الحزن بتاعه وفك القلاده اللي في رقبته واداها له وقال له ممكن دي تتباع، وساعتها ممكن تجيب لنا شويه فلوس نقدر نتصرف بيها. وتوري اتفاجئ وقال ازاي دي غاليه عليك جدا. ونايل ابتسم وقال له مش مشكله، كنت غلطان اللي ما اديتلكش من بدري، روح بيعها، انا عارف جسمي واستحاله ارجع كمغامر مره تانيه. وتوري بيعض على شفافه من الغضب وقال له ما تقولش الكلام ده. وبعدها الاخوات الصغيرين بيدخلوا ويشكروا اخوهم توري على الاكل، والبنت الصغيره قالت له انها عايزه تاكل اخوها الكبير نايل بايديها. وهم قاعدين في الغرفه بدا الاتنين يطعموا اخوهم نايل، وتوري قرر انه لازم يشتغل على نفسه اكتر، لان لو ما بقاش اقوى مش هيعرف يحمي الكل. وتاني يوم توري كان تعبان جدا بعد ما خلص على سلايم واحد، ومكافأة المهمة ما كانتش هتكفيه حتى انه يجيب فلوس. وعلشان كده في يوم اجازته كان دايما بيطلع يصطاد لوحده عشان يقدر يجمع احجار سحرية على قد ما يقدر. بس حتى لو فضل يجري طول اليوم مش هيقدر حتى انه يجيب 100 سلايم، وده خلاه ما يوصلش ل 100 قطعة نحاس. وفي الاخر اللي معاه كان موجود بس هما 3 احجار سحرية. واضح انه محتاج فلوس اكتر وبسرعة. وفجأة بيسمع صوت بنت من فوق وبتسأله هو نهر قادم من هنا؟ وتوري بص لفوق وكانت دي عبارة عن بنت عندها حوالي 17 سنة، شغلها رامية سهام، وهي تابعة لنقاب الجليد أجنحة اللهب الأزرق، ودي عبارة عن قائدة فريق هجوم البعيد ومتخصصة في سحر الرياح. وتوري اتفاجئ لما شافها وسألته انت ازاي عرفتني؟ فقال لها انه في نفس النقابة معاها، وعرفها ان اسمه توري وهو مسؤول عن التنسيق في المعسكر. بس هي ما اهتمتش بمنصبه، وتوري كان فاهم ان ده طبيعي انها ما تعرفش حد رتبة قليلة زيه، وخصوصا انها عبارة عن قائدة فريق هجوم وترشحت من فترة قريبة انها تكون قائدة. وتوري شاور ليها على مكان نهر عدن ونصحها انها تلف من طريق تاني عشان في مستنقع في السكة، وشكرته جدا. وتوري كان مبسوط انه يتكلم معاها. لكن فجأة الشخص اللي اسمه كاهل بدأ يشاور لها بإيده وبيسألها بهزار انت بتعملي ايه هنا في يوم اجازتك؟ وردت وقالت له انها بس بتجمع شوية فلوس بسيطة. لكن وهي ماشية بيبتدي يوقفها ويعزمها انهم يشربوا حاجة سوا، وقالت له لا شكرا، مش النهارده اكيد. بس ساعتها هو مسك القوس بتاعها وقال لها تيجي وهو اللي هيعزمها. وتوري شاف الموقف وما قدرش يسكت، وهو عارف ان الكاهل شخص تقيل ورخم جدا، وبالرغم من كده الا انه هو قائد جليد اجنحه اللهب الازرق. لكن لما شاف ان الساحره في موقف صعب قرر انه يتدخل، وشاف سلايم ضعيف لازق في رجله وشاله ورمى على كاهل وهو بيصرخ خد بالك في سلايم. وبسرعه طار وقطعه قبل ما يوصل لكاهل، والسائل بتاعه رش على وش كاهل. وكاهل اتعصب جدا وقال لتروي انت فاكر بتعمل ايه؟ وشتمه وقال له ده انتقام عشان اللي حصل المره اللي فاتت. وهنا توري فهم ان كاهل ممكن يقضي عليه فجري بكل سرعته، وكاهل جري ورا منه. وهنا البنت كانت واقفه مش فاهمه حاجه وقالت باستغراب توري ده طفل غريب جدا. وبعد شويه توري كان لسه بيجري وبيقول لنفسه بقلق انه استفز كاهل من غير ما يفكر في العواقب، ودخل لاخر الغابه وافتكر ان ممكن يكون كاهل بعيد عنه. لكن فجاه داس على حاجه وقعته لتحت الارض بعمق، ولحسن الحظ بتاعه ما اتصابش، لكنه اتفاجئ ان المكان مليان عظام بشريه. وقال لنفسه هو ده ممكن يكون وكر للتنانين ولا ده ايه بالظبط؟ وما كانش مصدق ان في مكان زي ده موجود جوه الغابه. ورغم ان كاهل كان مستحيل يجي للعمق ده الا انه قرر انه يدور على مخرج بسرعه. وقتها خبط برجله في كتاب لونه احمر، ما كانش عارف ده عباره عن ايه، بس حس انه ممكن يتباع بسعر غالي. وحاول يفتحه بس رفض انه يتفتح، وقال يمكن لازق او حاجه. وكان كتاب غريب جدا، حب يعرف اللي جواه بس طالما مش راضي يفتح مفيش بايده حاجه يعملها. لكن فجاه اول ما القلاده السحريه بتاعته لمست الكتاب حصل تفاعل قوي جدا، عباره عن ذبذبه سحريه عنيفه ظهرت، والكتاب اتفتح وبهدوء في شيء بدأ يظهر عليه عبارة عن رجل بلحية وكلام مكتوب. وبعدين صوت اتكلم والصوت كح شوية وسأل توري انت سامعني؟ وتوري اتخض ورمى الكتاب بعيد مش مصدق ان الكتاب بيتكلم. والكتاب ساعتها بيقع على الارض، وبعد كده الكتاب بيتكلم ويقول له كونك قدرت تفتحني ده معناه انك مغامر قوي. ورحب بيه جدا وقال له يناديه بكلمة الراجل صاحب اللحية. وتوري بص للكتاب كويس ومش فاهم هو كتاب ايه، عمره ما شاف كتاب بيتكلم قبل كده، وافتكر يمكن يكون عبارة عن كتاب خطير. والكتاب بيسأله بالمناسبة اللي فتح الكتاب مش حابب يحصل على حجر سحر حقيقي. وتوري بيسأله وهو مستغرب تقصد ايه؟ والكتاب قال زي ما توقعت انت ما تعرفش، وشرح له ان الحجر السحر الحقيقي اسمه عبارة عن بلورة سحرية، ولو عايز يحصل عليها لازم ينفذ الطريقة المكتوبة في الكتاب بالحرف. ولأن البلورة السحرية سعرها أغلى 100 مرة من الحجر السحري العادي
فتوري بيتصدم. لو الكلام ده صح يقدر كده يعالج اخوه العلاج اللي هو محتاجه. بس وقف يفكر، ما ينفعش اصدق الكتاب اللي بيتكلم بسهولة كده، يمكن ده نوع جديد من الوحوش. وبيرد وقال انهم هيبدأوا بالفصل الاول وهيعلموا ازاي يحصل على بلورة سحرية من السلايم. وقال ان اهم حاجة عشان يحصل على البلورة السحرية من السلايم انك ما تحاولش تقضي عليه. والسلايم كانت عبارة عن كائنات حساسة جدا تجاه نية القتل، ولو حسوا بيها بيتوتروا، وساعتها الحجر السحري اللي جواهم بيبقى بلا قيمة. وعلشان كده لو عايز بلورة سحرية فعلا لازم ما تخليش السلايم يحس بنيتك. وتوري بيتصدم لأن عمره ما سمع النظرية دي قبل كده. وبيرد عليه ويقول له كمل، وقال له إنه هيشرح له باختصار نظام حياة السلايم. وقال له إن في الأساس السلايم عبارة عن وحش بيلزق في وش الإنسان وبيخنقه وبعد كده بيلتهمه. وهجوم السلايم واحد لواحد سهل ومش خطر، بس لو كذا سلايم هجموا في نفس الوقت ساعتها الموضوع هيبقى خطير جدا. وعشان كده توري قرر انه يستغل النقطة دي لصالحه. وتوري سأل الكتاب ازاي يستغل ده، وبيرد عليه ويقول له انه هيعلمه دلوقتي طريقة بسيطة من 3 خطوات عشان يقدر يحصل على البلورة السحرية من السلايم. واول ما الكتاب قال له الطريقة توري اتعصب ورمى الكتاب بعيد، لانه مفيش حد عاقل يجرؤ يعمل حاجة بالتهور ده. وقال في نفسه انا بعمل ايه؟ ازاي اسيب نفسي اصدق كتاب غريب مش مفهوم؟ يمكن موضوع البلورة ده كله كذب اصلا. وفي كل الاحوال مسك سيفه وقرر انه يطلع من الكهف الاول. لكن فجأة قابل سلايم، والمفاجأة انه مش واحد، ده عبارة عن سرب كامل من السلايم. وهنا توري بيستخدم السيف وبيضرب بيه عشان يبعد كل اللي بيهجموا عليه. وقال لنفسه انه مش هيموت في مكان زي ده، لانه لو مرجعش البيت مفيش حد هيعمل اكل لاخواته، وكمان مش هيقدر يكسب فلوس يعالج بيها اخوه نايل، ولا هيقدر يحمي عيلته، وكده عيلته هيتقضي عليها. ورغم انه قضى على عدد كبير من السلايم ما قدرش عليهم كلهم واتحاصر، والسلايم رموا نفسهم عليه وجسمه بقى تقيل جدا مش قادر يتحرك. والوضع بيقول ان السلايم هيبلعوه. وقتها ما كانش قدامه كتير غير حل واحد بس وهو الكتاب، وحط ايده عليه وهو مرعوب وبيصرخ، وقال يقول الخطوات التلاتة التانية بسرعة. وبيرد عليه الكتاب بهدوء وقال له تمام، واضح انك اخدت القرار. واول خطوة عشان تحصل على بلورة سحرية من السلايم انك تتساب تتاكل من السلايم. والكتاب اتفاجئ لما شاف ان السلايم فعلا بيبلعوه، وقال له بسخريه واضح انك مجتهد وبدات تطبق من غير ما اقول حتى. وتوري بيصرخ ويقول له بطل كلام وكمل شرح. وبيرد عليه ويقول له انت نسيت اللي قلته لك من شويه، السلايم بيتوتروا لما يحسوا بنيه القتل، وعشان كده لازم ما يحسوش منك باي نيه قتل. وقال له اول حاجه لازم تعرفها انك لازم تتخلص من السيف. وتوري اتردد في الاول بس كان عارف ان لو ما عملش حاجه هيموت، فما كانش قدامه اي اختيار تاني. وعلشان يرجع بيته عايش كان لازم يصدق الكتاب الغريب ده، فرمى السيف بعيد وقرر انه يهدى شويه. وهو بيغرق وسط السلايم الكتاب بيقول له كده تمام، حاول تهدى وخلي عقلك فاضي وسيبهم يعملوا اللي هم عايزينه. وبعدين قال يلا نخش على الخطوه التانيه. والخطوه التانيه عشان تحصل على بلوره سحريه من السلايم انك تلتهم السلايم. والسلايم كانت عباره عن وحوش بتقوم ذات نفسها على الاكل، وعمرها ما يتخيلوا انهم هم اللي هيتاكلوا. والتوري ما ترددش وبدا يحاول ياكلهم، لكن الكتاب قال له استنى استنى مش كده، انا كنت بتكلم مجازا. ووضح له ان المقصود بكلامه انه يستخدم اداه تخزين او حاجه شبه كده حوالين وشه في المكان اللي السلايم متجمعين فيه. وتوري كان بيتخنق ونفسه بيطلع بالعافيه، وحس ان المقاومه مع السلايم ملهاش اي فايده. وقال لنفسه انا خلاص كده هموت. والكتاب افتكر ان توري استسلم، والكتاب بيقول يا خساره الولد ده مش هو اللي انا مستنيه، ويبدو ان الحلم بتاعي هيتاخر شويه. لكن فجاه توري فتح بقه على اخره وبدا يشفط السلايم، وباستخدام تعويذه التخزين ستار بدا يبتلعهم فعلا. وبعدها كان بيرد وهو مصدوم وقال ان استخدامه لسحر الحياه بالشكل ده كان ذكي جدا، ورغم ان سحر مفيش منه فايده الا انه كان مفيد جدا في القتال. وتوري بيقوم يقف ويكح ويقول بصوت عالي انا ورايا عيله مستنياني، وعشان كده انا مش لازم اموت هنا، انا راجع غصب عن اي حاجه. وبيرد وهو بيضحك، وهنا بيعرف ان قوه توري جايه من اصراره وايمانه. وفجاه سلايم اكتر بدأوا يندفعوا ناحيته، وتوري اتخض وصرخ ايه الخطوه الثالثه عرفني ازاي طلع البلوره السحريه. في اللحظه دي كان مستعد انه يعمل اي حاجه عشان يفضل عايش، لكن كانت هنا المفاجاه انه بيرد عليه ويقول له الخطوه الثالثه بالنسبه لك انك تهرب. وهنا السلايم اللي ما قدرش يخزنهم بقوا في حاله هيجان رهيبه وبقوا خطيرين جدا، وكمان احجارهم السحريه صغرت وبقى ملهاش قيمه، فبالتالي الدخول معاهم في قتال ملوش اي فايده نهائي. وتوري ما فكرش مرتين وجري بكل قوته، والسلايم كانوا بيجروا وراه. وبعد شويه قدر اخيرا يوصل لسطح الكهف
وكمان ينجو بحياته. وقال لي إن كل ده بفضل الكتاب. لكن أول ما وقف عشان يلقط نفسه اتصدم إن الصوت اللي كان بيكلمه اختفى، وما كانش فاهم إيه اللي بيحصل. وفجأة الكتاب اتكلم تاني وقال له إنه دلوقتي هيعلمه إزاي يحصل على الأحجار السحرية اللي هو بالفعل قدر يخزنها. والتوري بيتخض من الصوت، والكتاب بيرد ويكمل شرحه ويقول إن السلايم لو ما تعرضش للهواء أكيد توازن المية في جسمه بيختل، وبمجرد ما يتخزنوا هيتحولوا لأحجار سحرية. وكل الكلام ده بيحصل في أقل من 5 دقايق. وقال له إن البلورة السحرية المفروض تكون جاهزة دلوقتي. وهنا توري قال له إنه هيصدقوا المرة دي، ويتمنى للسلايم ما يطلعوش يهجموا عليه مرة تانية. وبيفتح فعلا التخزين، وفجأة طلع قدامه بلورة سحرية ضخمة. وتوري مصدقش عينيه، هو فعلا قدر يحصل على حجر سحري حقيقي ب3 خطوات بس. وبلورة سحرية لوحدها تساوي أكتر من 100 عملة نحاسية، يعني 2 بس أكتر من مرتبه في الشهر. وقال لنفسه لو صفحة واحدة من ده عملت كل ده، أمال باقي الكتاب الصفحات اللي فيها تعمل معايا إيه؟ وحاول يفتح الصفحة التانية بس للأسف ما فتحتش. وسأل بعد كده الكتاب ليه الصفحة اللي بعدها مش راضية تفتح، وما جاش أي رد غير جملة واحدة بس: استنى اليوم اللي هنتقابل فيه تاني. وبعدها الصوت بيختفي تماما، وتوري بيتصدم وقال له استنى لسه عندي أسئلة كتير عايز أسألها لك. لكن للأسف ما كانش فيها أي رد. وهدى نفسه ولاحظ إن الصفحة اللي اتفتحت كانت مقروءة عادي، بس اللي بعدها برضه مش راضية تتفتح بأي شكل. مش فاهم ايه المطلوب منه، بس بفضل الكتاب قدر دلوقتي انه يحصل على حجر سحر ضخم. وقال لنفسه ان لو باعه دلوقتي يقدر يشتري لاخوه دواء، ويمكن كمان يجيب هدوم لاخواته ساشا وليام، وياكل اكل محترم لاول مره في حياته. وبعدها توري بيرجع البلوره تاني للتخزين، لان محل التبديل كان قافل في الوقت ده. وقرر انه يبدلها في صباح اليوم التاني، وكان سعيد بشكل كبير لانه عمره ما حس بالنجاح ده قبل كده. وبعد ساعات رجع تاني للبيت، ولقى ساشا وليام بيتدربوا بشكل جيد. وساشا جريت عليه وهي فرحانه، وتوري سالهم انتوا بتتمرنوا على السحر؟ وليام قال له ايوه، نفسي استخدم السحر زيك. وساشا هنا بتساله عملت ايه النهارده؟ وتوري بدا يفكر شويه وقال له انا ضربت سلايم وكمان قريت كتاب، لكنه ما قالهمش ان كاهل كان بيجري وراه وكان هيموته. وليام بعدها بيستغرب غريب عليك انت ازاي بتقرا كتاب؟ وتوري بيطلع الكتاب ويوريه لهم، ولكنهم ما شافوش اي حاجه في ايده. وليام بتضحك وقالت له يبطل هزار. وقتها توري فهم ان الكتاب مش ظاهر غير ليه هو بس. وساشا قالت له يتفرج على السحر بتاعها، ومسكت عصايه وقالت تعويذه الاشتعال، وطلع منها نار. لكن المفاجاه انها كانت ضعيفه ومولعتش الخشب. اما الاستغراب بتاعها انها كانت شغاله من شويه ونار كانت اقوى من كده. وتوري بعدها قرر يوريها التعويذه الصح، وشغل التعويذه الحقيقيه والخشب ولع بشكل جيد. وليام شجرته وقال لها انه شاطر جدا في سحر الحياه. وتوري اعتذر وقال لهم انه ما يعرفش حاجه في الدنيا غير سحر الحياه، بس قال لهم يتفرجوا على حاجه مذهله هو جابها بيه. بص حواليه وما لقاش حد غريب، فطلع الحاجه من التخزين ونور قوي جدا لمع في المكان، ومن غير ما يعرف ان في 3 رجاله كانوا شايفين النور واتشدوا ليه. وساشا وليام اتصدموا من حجم الحجر. وليام سالته لقيت الحجر الكبير ده فين؟ وفجاه ال3 رجاله قربوا، وتوري اتخض، ما كانش متوقع انهم مستخبين وبيراقبوه. واضح ان كاهل ما كانش معاهم. اما الراجل التخين فقال له سرقت الحاجه دي منين يا ولد؟ رد عليا. واحد تاني ضحك وقال له عشان فقير بقيت حرامي. وتوري قال لهم انه لقاها في الغابه. والراجل الضخم قال له بلاش كدب يا ولد، لو جوهره بالحجم ده كانت موجوده كنا لقيناها احنا كمان قبل منك. وقال له يوريهم الحجر حالا. وتوري اتلخبط وقال لهم مش حاجه كبيره قوي يعني. والراجل مد ايده عشان ياخده، بس توري شد ايده بسرعه. واليوم اللي كان فاكره حلو قلب فجاه، وشاف ايدين اخواته بتترعش ووشهم مصدوم من الخوف. وقال له نفسه انه عايز اخواته يفتكروا اليوم ده انه حلو برضه. وقتها قرر انه مش هيدي البلوره لحد مهما حصل، ورجعها تاني للتخزين. والكل بيتصدم. وهنا الراجل بيقول له انت ما سمعتش كلامي؟ انت شكل سمعك تقيل، انا قلت لك هات الجوهره. وهنا توري بيحضن اخته وقال في نفسه مستحيل اسيب حاجه جبتها بعد عذاب وجحيم. وحاول يطلع سيفه، بس افتكر انه رماه في الكهف. وقرب من ساشا وليام وهمس ليهم انه هيجري شويه، وطفى النار فجاه والمكان غرق في الضلمه. وقال لهم هم كمان يجروا، وهم سمعوا كلامه. والراجل الضخم اتعصب جدا وشغل تسريع الحركه وضرب توري ووقعه على الارض وقعه قويه، والكتاب وقع من الشنطه. وقال له بسخريه فاكر الضلمه دي هتنقذك؟ دي حركه رخيصه جدا. وهنا اخواته وقفوا عشان يشوفوا اخوهم، بس توري صرخ فيهم امشوا انا كويس، روحوا على البيت. وهنا الراجل الضخم بدا يضرب الولد توري كذا لكمه ورا بعض، وبيقول له انك ضعيف، ومع كده دايما كنت بتحاول تتصنع القوه.
وفي الوقت اللي الولد توري كان مستحمل فيه الضرب قدر يفعل سحر الإضاءة فجأة، والنور القوي عمل الراجل الضخم وخلاه مش شايف قدامه، واستغل توري الفرصة وقدر إنه يهرب. لكن الشخص التاني فعل تعويذ الكروم المتحركة، وهنا الكروم لفت على رجول إخواته وثبتتهم في مكانهم، والراجل سخر منه وقال له الجو كان ضلمة وكان حلو جدا، إيه اللي يخليك تنوره بالشكل ده؟ وهنا توري رجع جري تاني عشان ينقذ إخواته، لكن الراجل أمره إنه يتوقف وحرك الكروم ولفها حوالين أخته. وهنا توري صرخ فيهم وطلب منهم إنهم يتوقفوا، لكن الراجل قال له إن ده يعتمد عليك أنت، لو ما سلمتناش الجوهرة بسرعة وش أختك الصغير ده مش هتشوفه تاني للأبد. وهنا توري صرخ بقلق وطلب منه إنه يبعد عنها، لكن الراجل فعل كرة مية وضربه بيها. وهنا توري حاول يستخدم سحر التجفيف عشان يقدر يوقف المفعول بتاعها، بس السحر كان ضعيف جدا، ومع كده رفض إنه يستسلم، وفعل بعدها السحر الخاص بالاشتعال. وعلى طول الراجل التاني استخدم المطر وطفى النار وسأله بسخرية: انت فاكر نفسك بتعمل ايه؟ ازاي متخيل انك ممكن تكسب بسحر الحياة؟ والراجل التاني ضحك وهو دايس على توري وقال له ان حتى طفل يقدر يستخدم سحر الحياة، وان فعلا حالته مثيرة للشفقة، وكمان قال له انه غبي عشان فكر يواجههم وهو ما عندوش غير سحر ضعيف وهم بيدوسوا عليه. توري قال لنفسه انه اتحمس زيادة لما خد الحجر السحري، وانه مستحيل يكسب قدامهم، مش كل يوم هيجي حظه فيها يبقى حلو بالشكل ده. في اللحظة دي فعل التخزين وطلع الحجر السحري، والحجر اتدحرج على الأرض لحد ما وصل جنب الكتاب، وأول ما الحجر لمس الكتاب الكتاب نور. وساعتها خرج صوت الراجل صاحب اللحية وقال: واضح إنك في موقف صعب دلوقتي، والفصل اللي جاي هو الفصل التاني، وهعلمك دلوقتي طرق القتال، وكل ده باستخدام الحجر السحري. وتوري ما كانش متوقع إن الصفحة الجديدة تتفتح في اللحظة دي. والراجل صاحب اللحية قال لي إن أول خطوة دلوقتي هي استخدام طرق القتال بالأحجار السحرية، وهي إنك تلقي تعويذة على الحجر السحري نفسه. وتوري استغرب جدا وسأله يعني إيه؟ وهنا الصوت صاحب اللحية بيقول له: أنت عارف بيحصل إيه لما تدخل تدفق مانا مختلف في مانا مضغوطة؟ وفي نفس الوقت الراجل الضخم انحنى ومسك الحجر وانبهر جدا بحجمه، وكان متأكد إنه هيتباع بسعر غالي. وتوري قال لنفسه إن زي ما كان متوقع مفيش حد غيره شايف الكتاب أو حتى سامع صوت الراجل، والأهم من ده كله إنه أصلا ما يعرفش يعني إيه مانا مضغوطة، وفكر إن صاحب اللحية أكيد يقصد الحجر السحري نفسه. وصاحب صوت اللحية قال له إن ده مش وقت تعب أو حتى تردد، ولو عايز تغير الوضع دلوقتي لازم تنفذ اللي بقوله. وتوري رفع إيده، وتوري استخدم طريقة القتال اللي اتعلمها، وقدر إنه يفعل السحر الخاص بالاشتعال، ووجه مباشرة الحجر السحري، لأن أول خطوة هي إلقاء تعويذة على الحجر، والنار بتلمس الحجر. وفي الأول اتصدم لأن ما حصلش أي حاجة، وصمت ولحظة شك بدأت تدور في دماغه. وبعدين الحجر بلع النار كلها كأنه كان جعان وحبس اللهب جواه. وهنا الراجل الضخم وقف في مكانه وعلامات الصدمة كانت باينة على وشه، وبعدها اتحولت لغضب أعمى، وهو مش فاهم توري عمل إيه بالظبط. وبأسلوبه الغبي حول الحيرة لإهانات. والراجل صاحب اللحية بكل هدوءه المعتاد شرح إن الأحجار السحرية المضغوطة مش بس بتخزن السحر، دي كمان بتستطيع إنها تضخمه وبعدين بتطلعه أقوى وأعنف من مكان. وقبل حتى ما كلامه يخلص الحجر أثبت صحة كلامه وانفجر بانفجار ناري عنيف هز الأرض، وصوته رعب الناس، والراجل الضخم اتغطى بالنار تقريبا وجسمه كان بيتحرق قدام الكل. أما رجالته فتراجعوا وهم مرعوبين كأنهم شافوا الحاكم بتاعهم بينزف. وساشا وويليام وقفوا متجمدين في مكانهم من الصدمة وهم باصين على أخوهم. وتوري نفسه ما كانش مصدق اللي حصل ولا قادر يستوعب القوة اللي أطلقها. والعملاق هنا بيصرخ: أنا اتحرقت، أنا اتحرقت، حد ينقذني. وفي الآخر وقع الحجر من إيده، لكن للأسف كان بعد فوات الأوان، النار خلاص كانت سيطرت عليه، وكل رجالته حاولوا بجنون إنهم يطفوا اللهب، والنار دي ما كانتش حاجة ممكن تنطفي. وبعد دقيقة واحدة قائدهم وقع على الأرض، نصه رماد والنص التاني عبارة عن جثة. والمشهد كان قاسي جدا لدرجة إنه ما ينفعش يتوصف. ووسط كل ده الراجل صاحب اللحية اللي في الكتاب استغل اللحظة وبدأ يشرح كأن ساحة القتال فصل دراسي، وقال لتوري إن شرارة سحره كانت ضعيفة، لكن الأحجار السحرية شايلة بداخلها محيطات مانا وكانت مضغوطة بشكل كبير متاخدة من الوحوش اللي خرجت منها. وضاف كمان إن الحجر السحري مش مجرد حجر عادي، ده عبارة عن كيان حي ومليان بالطاقة. وهنا توري كان مصدوم مش مصدق اللي هو بيسمعه، وما كانش خالص متوقع حاجة زي دي. وهنا صاحب اللحية قال له يركن الدهشة على جنب دلوقتي ويركز مع اللصين التانيين اللي بدأوا يندفعوا عليه. وهنا الاتنين كانوا أغبياء بيجروا ناحية نار مستحيل إنهم يطفوها،
وحاولوا ينقذوا صاحبهم اللي مولع فيه النار، كأنهم قرروا إنه يموتوا معاه. أما النهاية فكانت متوقعة، صراخ وفوضى، واكتشاف صادم إن العملاق خلاص مات وما عادش راجع. وغضبهم بعد كده بيتحول لحقد، وكله اتوجه ناحية توري، وفضلوا يشتموه ويسألوه هو عمل إيه بالظبط. لكن توري كان واقف بالعافية، وكان كل تركيزه على إخواته ساشا وليام، وفكر إزاي ينقذهم. لكن هنا صاحب اللحية بيقاطعه، وقال له إنه في خطوة تانية للقتال بالحجر السحري. الخطوة التانية إنك تجبر العدو إنه يلمس الحجر. وهنا توري بيتخض، وقال إزاي يخلي حد يقدر يمسك حجر مولع بالنار. وصاحب اللحية شرح له إن الحياة قاسية جدا، وبما إن توري حط مانا جوه الحجر السحري، فالحجر اعترف بيه كصاحبه، وأي حد غيره هيلمسه هيتعامل كعدو ويتحرق فورا. لكن الملكية دي مش أبدية أكيد، سحر أقوى ممكن يمسحها. يعني لو اللصوص ضربوه بسحر أقوى، السيطرة هتتنقل ليهم حالا. صاحب اللحية شدد على النقطة دي أكتر من مرة، وقال له أولوية توري مش إخواته، الأولوية دلوقتي هي حماية الحجر اللي ممكن يحميه هو وإخواته. وهنا توري بيجز على سمم الغضب، الكلام كان سهل من واحد ما عندوش عيلة يحميها. وبص لساشا وويليام، والخوف في عينيهم وجعه جدا من جواه، وافتكر أخوه نايل، أخوه الكبير اللي كان قاعد مريض في البيت، وسأل نفسه يا ترى أخويا نايل لو كان مكاني كان هيعمل إيه دلوقتي. وبعد تفكير قال أخويا استحالة كان يتراجع ولا نزل فاسه غير لما العدو يقع. والذكرى دي علمت جدا معاه. وفي نفس اللحظة واحد من اللصوص اللي فاضلين قرر إنه يخلص، وخصوصا إنه ما كسبش وياخد الجوهرة ويهرب. ومد إيده للحجر، والحجر رد في لحظة، والنار مزقته كله بالكامل. جسمه اتحول لرماد ووقع على الأرض، ودي كانت جزات الطمع. وتوري وقف متجمد، وبيقول واحد تاني راح، ووحش جديد اتولد بسبب الحجر. وصاحب اللحية شرح بهدوء إن الحجر بيهاجم أي حد مش معترف بيه باستخدام نفس التعويذة اللي اتزرعت فيه، وهو بيطيع أول واحد حط المانا فيه وبس. لكن التحذير جه بسرعة، لو حد جه ضربه بسحر أقوى التحكم هينتقل فورا. وده حصر توري في زاوية صعبة. وهنا صاحب اللحية بيأكد عليه تاني، ويقول له انسى موضوع اخواتك ساشا ويليام دلوقتي، خلي تركيزك كله في الحجر. وتوري انفجر من الغضب، وقال له ان ده جنان، وانه مستحيل يختار حجر على دم اخواته، واقسم ان عمره ما هيفضل جوهرة عليهم. واخر عدو ما ضيعش وقت، وكان بيبص ويبرق للحجر وهو متقطع نصين ما بين الخوف وما بين الطمع. كان عارف ان لمسة ممكن تقضي عليه، لكن تدميره ممكن ينهي المعركة. وبدأ يجهز تعويذة قوية جدا قادرة انها تكسر الحجر. وصاحب اللحية اتوتر، وقال لو الراجل ده نجح الملكية هتتنقل ليه، وساعتها توري هيبقى عبارة عن رماد بسبب سلاحه. وحاول صاحب اللحية انه يصرخ فيه يفكر بهدوء ويحسبها، لكن توري ما استناش، واتحرك اسرع من اي حد متوقع، وخطف الحجر بايده بشكل مباشر. وهنا الصدمة كانت على وش الجميع، وصاحب اللحية سأله مش المفروض تنقذ اخواتك الاول؟ وتوري كان عنده الاجابة. افتكر اخوه نايل اللي عمره ما تراجع ولا خاف، وافتكر صاحب اللحية اللي انقذ حياته قبل كده، وقال له انا واثق فيك. وبصراحة انه قرر يحط ثقته كلها فيه، حتى لو ده معناه ان يرمي نفسه في النار. والاول مرة صاحب اللحية بيبتسم ابتسامة عريضة، كانت دي بالظبط الروح الصح، الخطوة الأخيرة اللي قربت. لكن آخر واحد من اللصوص ما كانش ناوي إنه يستسلم، وابتسم بسخرية، وكان مولع جدا من الغضب، وغير اتجاه تعويذته مش ناحية توري لكن ناحية ساشا وويليام، وكان عايز يكسره عن طريق عيلته. في اللحظة دي صاحب اللحية صرخ بالخطوة الثالثة، وقال لتوري افتكر الوحش اللي البلورة طلعت منه. وهنا عقل توري رجع فورا للوحش اللي قضى عليه واللي سقطت منه البلورة، وركز بكل قوته، والبلورة استجابت فعلا، وسحر الوحش اتكون في ايده، وقوة مرعبة بدأت تتكون، نسخة حقيقية من قوة الوحش نفسه. وهنا صاحب اللحية بيبتسم، وقال واضح ان توري عنده موهبة حقيقية. وهنا هجوم اللص اندفع ناحية ساشا وويليام، لكن توري رد في نفس اللحظة، وسحر الوحش انفجر وابتلع التعويذة ورجعها تاني على صاحبها. والقوة رمت اللص على الأرض زي عبارة عن دمية صغيرة متقطعة. أما ساشا فبتشهق من الذهول، إيه اللي هي شايفاه ده؟ معقول ده يكون أخوها؟ وبصت لتوري وهي بتقول له اللي أنت بتعمله ده مذهل. أما توري نفسه كان باصص لإيده مش مصدق اللي حصل، ده مش سحر الحياة، ده سحر الوحش الحقيقي طالع مباشرة من البلورة. واللص كان مرمي على الأرض مكسور ومليان حقد، وسأل توري إيه السحر المرعب اللي أنت بتمتلكه ده؟ لكن توري ما ردش عليه، بس بصله من فوق واستغرب، هو ازاي كان خايف من شخص ضعيف بالشكل ده؟ والخوف اللي جواه اختفى وتحول لاشمئزاز. وهنا اللص المحاصر بدأ يعمل أقوى تعويذة عنده، وصوته كان بيترعش من اليأس، وسماها الضربة القاضية. والقوة اندفعت ناحية توري، لكن توري كان ثابت في مكانه،
وكان محاط بسحر الوحش حواليه، واللي قدر انه يمتص الهجوم كله ويمزقوا القطع كأنه ولا حاجة. واللص بيصرخ بجنون، مش فاهم ازاي قوته بتنهار قدام توري. وصوت صاحب اللحية قطع الفوضى اللي بتحصل، وقال خلاص الوقت جه للخطوة الأخيرة. وبدأ يوضح الحقيقة، وتوري فهم الأساسيات إن السيطرة الحقيقية معناها الخيال. لو قدرت تتخيل القوة هتقدر إنك تشكلها. وبدأ يقول لتوري إنك لو مسكت يوم بلورتين تنين فسحر التنين نفسه هيخضع ليك، ودي هتكون متعة البلورات السحرية، لأنها عبارة عن قوة بلا حدود مختفية في شكل حجر. وسأل صاحب اللحية توري مش حاسس بالإثارة؟ وهنا توري بيرد عليه وهو مبتسم، واعترف إن الفكرة خلت دمه يولع من الإثارة. وبثقة عالية لف ناحية آخر عدو، وقال له إن ده رد لكل اللي حصل لنايل وعيلته. واللص كان عرقان وقاعد مرعوب وخايف لدرجة إنه طلب منه الرحمة، لكن توري ما كانش عنده مزاج إنه يسامحه، وهجومه نزل زي الطوفان عليه لدرجة إنه مزق العدو في كل اتجاه لحد ما وقع وهو فاقد الوعي. أما جنبه فكانوا أصحابه المحترقين، والمكان سكت فجأة، وكل الأعداء حوالين منهم كانوا مهزومين. وتوري وقف لحظة مش مصدق، هو أنا معقول كسبت؟ والولد اللي كان دايما بيتداس عليه حقق أول انتصار حقيقي في حياته. وهنا ساشا بدأت تتكلم وجريت ناحية أخوها وحضنته بقوة، ونادت على أخوها بكل فخر لدرجة إنها كانت هتوقعه في الأرض. وتوري اتوتر جدا وفضل يتأكد إن إخواته بخير، لكن أخته ضحكت وقالت له إنها تمام، وقالت كمان إنه كان قوي جدا وشكله كان جامد في القتال. والكلام ده وجعه جدا من أي حاجة حصلت. وليام كان واقف براه مصدوم، وسأل توري إيه السحر اللي أنت استخدمته؟ واضح إنه مش سحر الحياة نهائي. وتوري حاول يعدي الموضوع وقال لهم ما تشغلوش بالكم، وقرر يحتفظ بالسر لنفسه. والمهم إن التلاتة عايشين وراجعين دلوقتي البيت سوا، والتوتر راح معاهم. وتوري ابتسم وقال لهم آخر واحد يوصل البيت هو اللي يغسل الأطباق النهاردة. وساشا وويليام طلعوا يجروا، وساشا وويليام اعترضوا على الكلام بس عينيهم كانت مليانة فرحة. وقبل ما يجروا هما التلاتة توري وقفهم وقال ما يقولوش نايل اللي حصل. وليام سأله ليه، وتوري فكره إن نايل أخونا مانع أي قتال بره البيت، وأحسن حاجة إن الموضوع يفضل سر ما بينهم. وهنا الإخوات بيوافقوا، بس ساشا ما استحملتش غير نص دقيقة بس. وأول ما دخلوا البيت صرخت بفرح وبدأت تحكي كل حاجة. وتوري اضطر إنه يحط إيده على بقها وهو بيهمس إن مفيش حاجة حصلت، لكن عينيه وقعت على نايل مش نايم على السرير لكنه واقف. وقلب توري وقع في رجله، جري عليه وطلب منه إنه يرتاح، لكن نايل قال له إنه كان قلقان جدا عشان توري اتأخر. أما الأسوأ إنه شاف إصابة توري وسأله هل جمع البلورات كان قاسي جدا للدرجة دي؟ وهنا توري بيعترف وبيعتذر، ونايل حاول يطمنه لكن جسمه خانه ورجليه ما شالتوش، وللأسف وقع على الأرض. وقلب توري اتقبض جامد من الخوف، ويسأل يا ترى أخويا حصل له إيه؟ هنشوف في الفيديو الجاي إيه اللي حصل لنايل، وهل السحر بتاع البلورة ممكن يخفف نايل ولا لأ؟ ويا ترى الكتاب هيقدر يساعد نايل ويساعد ساشا ويساعد ويليام؟ كل ده هنشوف في الفيديو الجاي. مش تنسى تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. تعليقك الحلو بيفرحني. في الختام سلام. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper.